السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني في كل مكان، عاملين يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لايك وشير وسبسكرايب لأم آية. تعالوا نعمل مع بعض فطير من غير لا فرد ولا تعقدي نفسك خالص، وتعمليه بطريقة سهلة جدا. معلقتين سكر في كوباية مية دافية وقلبيهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب. معايا كيلو من الدقيق، هننزل عليهم بمعلقة من الملح ومعلقه صغيره جدا بيكنج باودر. لو مش حابه تحطي بيكنج باودر ما تحطيش، في ناس كتير مش بتحط بيكنج باودر. تمام كده حبايب قلبي. وانزلي بقى على عجينه، عجينيها كويس جدا جدا جدا. اهم حاجه في العجينه تديها حقها في العجن. تمام كده يا حبايبي. متنسيش تحطي لي لايك وكومنت حلو يا ست الكل. هنا بقى بدات اعجن. بعد ما عجنت العجينه انا كنت بصور بايد وكنت بعجن بالايد التانية، فما كنتش عارفه، لا كنت عارفه الم العجينه ولا كنت عارفه اصور، عملتها كده زي ما جت معايا. تمام كده يا حبايب قلبي. هنا سبت العجينه ترتاح ربع ساعه. بعد كده كورتها كور صغيره خالص، كل 3 كور عملتهم فطيره. عاوزه اقول لكم ما بصوا مش هتحسي باي تعب خالص، ولا هتفردي ولا هتقطعي في العجينه ولا الكلام ده كله. بدأت أعمل كل 3 كور من الصغيرين دول، أفردهم على بعض كده وأحطهم على بعض كانوا فطيرة. عاوزة أقول لكم طريقة سهلة جدا جدا. عايزة بقى تحطي على تخبزيها أو تبططيها، أو زي ما بيقولوا بسمنة بزبدة بزيت. سمنة على زبدة ماشي، زيت على أي مادة دهنية متوفرة عندك اعملي. أنا كان معايا هنا زبدة فلاحي على اللي هي الزبدة اللي هي السوبر ماركت اللي بنجيبها منها. تمام كده يا حبيب قلبي. يلا حطي لي لايك وكومنت حلو. وبدأت هنا أفرد العجينة وأحط كل 3 على بعض كده بالطريقة دي. وبعد كده بقى هنسيبها ترتاح كمان 10 دقايق ربع ساعة. كل ما تسيب العجينة ترتاح معاكي كل ما تديك نتيجة حلوة جدا جدا، وهتتفرد معاكي بسهولة خالص. هنا يا حبيب قلبي كده بدأت بقى خلاص، سبت العجينة معايا ترتاح وحطيتهم بقى. حطيت كل 3 واحدة في صينية. تمام كده. بدأت بقى بالكيس بتاع التلاجة ده وبدأت افردها. وبعد كده شلت الكيس بقى واشتغلت بايديا وفردتها. مش لازم تفردها في الصينية كلها عشان ما تبقاش ناشفة معاكي، يعني حاولي تخليها كبيرة ولا صغيرة، يعني على قد العجينة اللي معاكي او تقطيعة العجين اللي معاكي. تمام كده حبايب قلبي بالشكل ده. وكنت طبعا مسخنه الفرن بتاعي وما اخدتش مني وقت خالص. بعد ما بتاخد لون من تحت بتولع عليها الشوايه وبتديك اللون التحفه ده. اقسم بالله انا كنت عامله 4 ولادي ما صبروا لحد ما خلص. الف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايدينا. وعارفه انكم كلكم شاطرين، بس بجد توفير وحاجه بتوفروا حاجه نظيفه عاملاها في بيتك لولادك من غير ما تجيبي لهم الفرن ولا اي حاجه خالص. وطبعا بقى عسل ابيض عسل اسود. انا بعشق الفطير المشلتت بالجبنه اللي هي الحادقه، الجبنه القديمه بتاعت اللي هي الجبنه بالمش دي. بس بصراحه لفيت كتير ما لقيتش في اليوم ده وكنت زعلانه جدا. فانتي اعمليه يا ست الكل لولادك، هيعشقوه بالطريقه دي ومش هتعقدي نفسك خالص ولا هتشيلي هم اي حاجه. ونص ساعه هتعملي احلى فطير لولادك. يا رب الفيديو الجميل ده يكون عجبكم. والفيديو قصير محبتش اطول عليك الفيديو. ما تنسينيش في اللايك، احطي لي لايك وكومنت حلو يا ست الكل عشان الفيديو يرفع معايا. وربنا يخليكم ليا ويحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.